السلام عليكم. اليوم حنشارك معكم وصفة بوريك بالكبدة تاع الدجاج. على بالكم واحد المذاق فيه ما شاء الله، غير جربوه، لازم تسيوه باش تعرفوا البنة لاني نهضر عليها. خليكم على المقادير. في طنجرة درت شوية تاع الزيت وحكمت حبة بصلة قطعتها مربعات صغار، ونحكم نقليها مليح في هذاك الزيت حتى تحمر بهذا الشكل. وبعد جبت الكبده تاع الدجاج اللي كنت قطعتها مربعات يكونوا صغار، ما ديروهمش مربعات كبار، لازم تقطعوها رقيقه بهذا الشكل. درت الفلفل الكحل، الثوم بودر والكزبر والكمون، وديروا الملح. انا نسيت حتى من بعد واش زدت لها الملح، لازم ديروا الملح. وزدت درت شويه تاع الفلفل الاحمر، ونحكموا نقليوها مليح، نغلقوا عليها واحد 10 دقائق راح طيب لنا. ما تزيدوا لها لا ما لا والو، واحد طيب في ماها. نقصوا الغاز وخليوها 10 دقائق. بعد ما طيب ديروا لها كميه مليحه تاع الدبشه وراهي واجده، وراح تجيكم بزاف بنينه بهذه الطريقه. نحكموا نحيو هذيك الكبده، وفي نفس المقله راح نخدم البيشاميل. درت مغرفه كبيره تاع الزبده، زدت لها مغرفه كبيره معمره مليح تاع الفرينه. نحكموا نقليوها مليح حتى تحمر بهذا الشكل باش يروح هذاك الكو تاع الفرينه. وجبت كاس سخون بزاف تاع الحليب ونضيفه، ونبقى نخلط. ما تحبسوش تخلط باش ما يجيوكمش هذوك الحبيبات وتجي كريميه. هنا ديجا نحيوها على الغاز، ما تخليوهاش بزاف تعقد لكم. هنا راهي ديجا عاقده. زدت لها شويه تاع الفرماج، ديروا اي نوع راكم حابينه. وزدت شويه تاع الملح وشويه تاع الفلفل الكحل، ونخلطها نذوب هذاك الفرماج مليح. انا درت قوده، هو ثاني يجي يتكسل مليح هكذا. ومن بعد جبت هذيك الكبده وضفتها على البيشاميل ونخلطها. هذه الخلطه راهي بزاف بنينه، ديجا هكذا تقدروا تحشيوها في اي مملحات راكم حابينهم. من بعد درتها في طبسي، غطيتها وخليتها تبرد. لازم تبرد لكم مليح باش ما تقطع لكمش الديول تاعكم. هنا بعد ما بردت لي مليح، نجيب الديول. انا نشتي كيما قلت لكم ندير حبه على النص، ما نحبش ندير حبه كامله، ونشكلها كيما نشكلوا البوراك كامل. تعرفوا ديروا البوراك، زيروا مليح باش تجيكم الحبه مدوره. وفي الاخر ديروا شويه باك تاع البيشاميل باش تلصقوها. وهنا كي نجي نقليها ديروا زيت تكون سخونه على نار متوسطه، ما تلوحوش البوراك تاعكم حتى يكون الزيت سخون. وبعد ما يتحمر تقلبوهم وتبقاو تقلبوا فيهم، يعني حتى يديوكم تحميره راكم حابينها. ومن بعد نحيوهم وديروهم فوق بابي اسويتو باش يمصلكم الزيت الزايد. وشوفوا النتيجة الرائعة اللي تحصلنا عليه. على بالكم جا واحد البوراك يهبل وبزاف هايل، ويجي مقرمش ما شاء الله. نتمنى تكون الوصفة عجبتكم، جربوها وبسلامة. إلى فيديو قادم.